اللي يحب النبي يصلي عليه. افرحوا يا بنات يلا وهيسوا، رمضان اهو نور فنانيسه، يا حلاوة الطين الله الله. جيت لكم النهاردة ومعايا شوية مشتريات من بتوع رمضان، والله الكياس مخربطة ماني عارفة ايه في ايه. هنفتح الكياس واللي هيجي في وشي هنوريهولكم وخلاص. اتفرجوا وانتوا ساكتين. دلوقتي هنشوف ايه اللي جوا الكيس دي. ايه بقى؟ علبتين شمنة من اللي هي بقى عشان خاطر الكنافة والطبيخ وكده، حجين سمنة من اللي همي. وهنشوفوا برضو الكيش التاني فيه ايه. ده كيش مليان جو تقيل مش قادرة نرفعه، مليان دقيق بقى وكده عشان خاطر البشبوشي والحلويات والكيكة والحاجات بتاعت رمضان بقى، انتوا عارفينها اكتر مني. حاجات جميلة وحلوة كلها بركة. لازم رمضان يجي يبقى معانا ورق العنب على طول نلف وناكل. امال ايه؟ لازم نملى قلبنا. رمضان شهر الخير، ما نحرمش نفسنا من حاجة. الدنيا ما هيش دايمة يا عالم بالايام، وده زبطوه عشان الصهد والحموضة والحاجات دي، يبقى الواحد يشرب له علبة ولا حاجة. امال ايه؟ شايفين وادي الحلاوة بقى عشان السحور، الواحد يعمل شندويشت كده ويقعد يشربه، ويشرب كوباية لبن معاه، يبقى زي العسل. نضفي نفسي ونغذي نفسي، انا داخلة على الصيام لازم نهتم بصحتي برضه. وديك جشتنك جيت بقى اصلي من اللي هو عشان الجلية والشمبوشة والحاجات ديت. الواحد يجلي بقى ويحمر ويشوح ما يحتاجش لحد. امال ربنا الحمد لله سترها معايا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي محمد. وده كركريش عشان يتبل كده، بيبقى عصير برضه حلو ومفيد وبيعلي الضغط، وانا ضغطي على طول واطي من اللي بنشوفه في حياتي، فعشان نعليه بيه. وده عرقشوس، يجي رمضان لازم العرقشوس بنحبه قوي ما نشربش غيره. وده ايه بقى؟ ده خروب ومش خروب وحاجات كده غريبة، والله انا عمري ما اكلتها الحاجات ديت، بس الحمد لله يعني الكراتين اللي انا لميتها من الناس هي لقيت فيها الحاجات ديت. ما انا هنحكي لكم حكاية الكراتين دي دلوقتي، انا مش شارية الحاجات دي اصلا، انتوا مش واخدين بالكم. وده زيتون كراتاتا بس زي العسل من الزيتون الامريكاني اللي هو متعزت كده ما تعرفش مر كده ما يتاكلش. ودي حاجات بقى حباشات عشان وراك الفراخ، بهارات ومش بهارات واسمها ايه الحار ومش الحار، والله ما انا عارفه. انا جايباهم ومش عارفه هنعمل بيهم ايه بتوع دبابيس الفراخ، بس هنحمر وناكل برضه. الحاجات دي ما تخسرش، هتبقى عندي في دولاب المطبخ. اما الله. ودي اكياس فلفل بقى واكياس خيار وكوسه صغيره كده مملحه. الحاجات دي حرشة برضه، ما كانتش حتة المحدجة على السفرة الواحد ما يعرفش ياكل. دي محدجات جميلة. ده انا ابوي في رمضان عمره ما اشترى حتة محدجة واحدة، كان يخلي ساعة المغرب بالظبط ويقول لنا روحوا اشحتوا حتة مخللة من جارتكم مش عارفة اسمها ايه. شايفين الحباشات؟ رمضان يعني حباش، هو كده لازم تطبلوا وتسبكوا وتخلوا الجيران كده تبقى شم الريحة. اسعاروا الناس، تخلوا الناس تنجن من الريحة ويقول لك يا سلام على الريحة وعلى ريحة الطبيخ. لازم كده. رمضان دي شهر الخير، وتسامحوا بعضيكوا وما تأذوش بعض. كل واحد حد زعله يسامحوا. لا، الدنيا ما هيش دايمة. سامحوا النهاردة وتعالى بكرة وهات أوسخ جزمة عندك وهو ماشي في الشارع وانزل عليه، ما يحوشكش عنه رمضان ولا غيره. الدنيا أخده حق. اسمعوا مني، ما ينفعش تسيبوا حقكوا. وده تمر هندي وده جيلي هندي وحاجات جميلة خالص. كل حاجة في البيت هتنفع، هتجيلها وقتها وهتلاقوا نفسكم بتحضروا كل حاجة. وده قمر الدين بالمانجا، الحمد لله ان منعوا حكاية البتاع التاني الميزز دي اللي اسمه ايه الخوخ دي ولا مش عارفة. ودي الشوكولاتاية نمز بيها بعد الفطار. الواحد بيبقى محتاج حلويات برضه، ودي علب بنشكل بيها الحلويات. والله ما بنشكل بيها حلويات ولا بنعمل حلويات، بنقعد نسفيها كده وخلاص زي البرشام. نعمل له طيب؟ الواحد بيبقى ريقه ناشف ومحتاج لأي حاجة حلوة. رمضان شهر الخير، كل سنة وانتم طيبين، ما تستخسروش حاجة في نفسكم. شايفين باكيتة الجبادة دي جميلة ومعاها شوية بتاع من دهوت، نوتيلا بالعسل ونوتيلا بالزيت، حاجات جميلة خالص. الواحد يبل بيها ريقه بعد الفطار.
وده شوية بقى اللانشوهات ودجاج فراخ ومش عارفة ايه وحاجات كده غالية والله العظيم جدا، حاجات مستوردة زي العسل، شايفين كلها فلفل أشمر وكلها بهاريز وحاجات حلوة قوي الواحد ياكل. ودي جبنة الشندوتشات، بيقول لك اما تحطيها في السندوتش يزيد كده ويبقى تخين كده ويبقى حلو يشبعك. يعني هنجربها برضو، يعني كل حاجة نحب نجربها. ودي صوبيا جميلة من اللي بتبقى زي اللبن كده، نزودها مية كده ونرجيها. أبويا بيموت في الصوبيا، وسميحة أخت الرخرة، سميحة يجي رمضان تقعد في علبة الصوبيا ما تطلعش مني، تبقى كده هو الصوبيا 24 ساعة. وده لبن ميدو، وده لبن مش عارفة ندور ايه بخيره، كلها ألبان والله العظيم فاسدة، مدة الصلاحية بتاعتها منتهية، بس زي بعضه هنشربوها برضه ما تخسرش. دي حاجات بتبقى حلوة. رمضان شهر الخير، بيخلي حتى الحاجة اللي ملهاش طعم سبحان الله بيبقى لها طعم وبتبقى زي العسل. وده بسكوت كتاكيتو جايباه برضه عشان نقعد نكتكت فيه كده بعد الفطار مع كوباية شاي ولا كوباية حلبة دكر، والواحد يتمتع بيامه. الناس كلها لازم تاكل وتشق ريكها وتتمتع وتفرح. واحنا كم مرة بيجي رمضان في السنة؟ ده هي مرة واحدة، ما تبخلوش على نفسيكوا، اليوم ما يتعودش في رمضان. وده شوية بقى فستق ولصدق وبصدق وحاجات من الحلوة دي عشان نقعدوا بعد المغرب بقى كده نجرجشوا فيه وننموا بقى في رمضان ونجيبوا سيرة الناس. ما هو رمضان مش هيحوشنا عن حاجة، ما احنا لسنا طويل اصلا، امال ايه عايز قطعه؟ امال هنخشوا النار ليه؟ لازم نستعدوا لليوم دي، نفضلوا بقى نحاربوا في بعض كده طول شهر رمضان. شايفين عين الجمل؟ والله كانت الاول عين الجمل دي قد كده، دلوقتي خلاص صغرت زي البني ادم، ما هو صغر والسم الحاجة الاول كانت ببركتها. ابويا كان يجيب يشحت عين جمل من العمدة كانت تكفينا كلنا، ويوزع على الحارة كمان، يجيب بندوزر يكسرها الواحدة قد كده زي راس العجل كده دلوقتي يعني. ودي انا مشاي برضو لزوم الفرفشي. وبعدين انا كنت هنشتري فانوس، لقيت ريحة الراجل بتاع الفانوس عمال يفسي مال الدنيا فيسا، قلت والله ما ناخده فانوس من عندك، رحت جايبه الاناناسايه دي عشان نعلقها بدل الفانوس. ودي شويه بقى حاجات شجعه عشان التجريح، طبعا انتوا عارفين الواحد هيضرب لحمه يوم الشهر رمضان بقى، كل شويه لحمه وزفر ومزفر يشرب بقى ويتجرح. ودي شويه مكرونات، حكم المكرونه في رمضان ما فيش زيها، الرز بيبقى تقيل على القلب، لكن المكرونه بتزفلط كده تحطيها من بوقك تطلع من سرتك على طول، بتبقى جميله مستورده وحلوه وعجينتها ناعمه وجميله، وتديك التخ كده في الحله وتديك خريان اما تسلقيها. ودي مكرونه الشعري، طبعا الشعره انتوا عارفينها، الرز من غير شعره ما يتاكلش، لازم كيس الشعره يتفضى في الحله ويتحبش بمعلقه سمنه وتدش عليها الرز، الحله تخ معاكي وتبقى قد كده. لازم الانسان يبقى في ايده فيها بركه برضه. ودي برطمانات شلصه عشان الدمعه، انتوا عارفين طبعا ان كل سنه وانتوا طيبين رمضان يحب الدمعه، ان ما كانتش حله الدمعه على البابور قد كده يا خرابي نموت من الجوع، امال الواحد يلبط فيها. لازم الطبيخ كده يبقى في الدار وتعوموا فيه رمضان طول النهار، من نبقوا جعانين والصايمين، ايه هيكفينا غير حلة الطبيخ؟ هي ديت اللي هتسد جوعني. ودي شوية كابشينات بقى، كاتشب ومش كاتشب وموزاريلا وجبنة صايحة وجبنة نايحة عشان خاطر الشندوتشات برضو، الواحد يبوظ كده في قلب الشندويشت. ودي كماشي منها هتبقى للجوزة بتاعت ابويا يمسك بيها الفحم، وبرضو نقلب بيها اللحمي لما تبقى محمرة عشان الزيت ما يطرطش في وشي، الله يحكي كمان نخاف على بشرتي جاوي، لازم كده. ودول شوية سكر، رمضان بيخرب بيتي في السكر، عشاير بقى، والواحد يمسك الكوس كده على مناخيره ويشرب ما يخليش فيه ولا بوج سكر ياما جاوي، ده انا جايبه رطلان سكر. ودي شاور جل بقى عشان نستحمى قبل رمضان وننضف جتتي، كمان حاسه ان جتتي بتاكلني جاوي مليانه براغيث، لمع نفسي برضه كده.
كده. ودي تونة جميلة. التونة يا ولاد في رمضان بيبقالها طعم تاني. كل سنة وانتوا طيبين، ما تحرموش نفسكم من حاجة. اي حاجة تخطر على بالكم جيبوها. عيشوا النهاردة وموتوا بكرة، مش مشكلة. واللي ما حججتهوش وانت صغير حججه وانت كبير، واللي ما حججتهوش وانت كبير حججه وانت صغير. انا ماشية بالمقولة دي بننفذها على طول. شايفين الجبادي عاملة ازاي؟ دي جبدايا لجوزي عشان جوزي نحفان وتعبان ياكلها يتغذى بيه، وانا علبة الجبادي دي هناكلها انا لوحدي لان انا تعبانة وهفتنى اكتر منه، ويمكن كمان ما ندلوش علبته الصغيرة دي. انا نكشة ان شاء الله يدفعها يروح يجيب لنفسه. ده انا تعبانة وجايبة الحاجات دي بعرقي ومجهودي. شايفين اللحمة عاملة ازاي؟ شوية لحمة بقى زي العسل. قلت ندبها لحمي عشان ما نطلعش كل شوية وانا شايمة ونضيع صيامي على الاشكال اللي بنشوفها في الشوارع. كمان طول ما انا ماشية بنتعارك. ده حمام جميل قوي، 6 حمامات انما ايه مالهمش حل. ودي لحمي ودي لحمي ودي شحمي وحاجات ياما. حكم اللحوم ان ما كانتش تيجي في رمضان تبقى مش هتيجي، لان الرمضان يعني اللحمي، كبده يعني الرمضان، صدق يعني الرمضان. كل الحاجات دي الرمضانيه. كل سنه وانتوا طيبين. والشكر الحيط وجفاكوا لي. شايفين اللحمه عامله زي هبش من اللحم. تحطي الهبشه في قلب الشلصه وتنهشي فيها زي الكلب المسعوره، ولا هتحسي بحاجه. والله العظيم وما لكم عليا حلفان. ابويا كان بيجيله خير يا ولاد. طول عمره كان شغال يعمل يروح عند الجامع يلبس القفطان الابيض ويرش الريحه ويقعد بقى يجرى ويسبح كده في الصبحه. الناس كلها تقول له انت محتاج حاجه طيوزه، يقول لهم لا انا قاعد خدام لبيت الله. يدوا له الكراتين يقولوا له طب خد وزع، دام انت خدام لبيت الله وزع الكراتين دي على الغلابه. يسرق الكراتين وما يوزعش ولا كرتونه. انا بقى السنه دي افتكرت الحكايه بتاعت ابويا دي. رحت قعدت على باب الجامع والخير كله جاني اهو. ما شاء الله الدنيا اتملت علي لحمه وخير وحاجات خير ربنا كتير. اللحمه دي طلعت ياما جو. انا هنعبيها ونوديها بقى لحد يستاهلها اكتر مني. ما تفكروش حاجه، ده انا برضو قلبي كله الرحمه وكله حنيه. عليا الطلاق ما حد هيدوق منها فتفوت. لازم انا اللي نعملها في الحله وناكلها. ام الله شايفين الجبدو ومش الجبدو والحاجات دي كلها ترصيها كده. الحاجات دي مش هتاخد معايا غلوه. هو بس الاذان يعظم بتاع المغرب وهنخش جوه التلاجه مش طالعه منها غير تاني يوم نروح برضو معاه نلقط رزق. حكم الدنيا مليانه والناس بتوزع خير ياما جو في رمضان. عاملين نفسهم كويسين يعني. والحكايه ديت انا ابويا كان عامل مشروع على التلفزيون. كان يطلع يلبس قفطان كده ويقول اتبرعوا بكرتونه رمضان ومش كرتونه رمضان. وكان شيخ كبير في الجامع ابويا دي والله. بس الدنيا هديته وجت على الله. كان يلم كراتين ما يطلعش منها كرتونه واحده لله. حكم احنا قلوبنا قاسيه قوي. لما تحبوا تطلعوا حاجه لله ما تدوهاش للمشاريع دي، طلعوها بايديكم احسن الناس بتسرقها وهتخرب بيت ابوكم ومش هتاخدوا حسنات. ما تبقوش عارفين انهم حراميه وتروح تدوهم. الدنيا انا وانا نودي لهم. ما انا قاعده اهو وانا نوديت حاجه بيقولوا لي ان اني مش كويسه. اعملوا زيي وطلعوا خير وبدروا بالخير. الدنيا مليانة خيرات ومليانة حاجات. ده ربنا منن علينا بكل حاجة حلوة. الشر منكم والخير من انفسني. ايه والله. شايفين يا ولاد الزيتون عامل ازاي؟ لقمه جميله. امتى رمضان يجي بقى؟ اللهم بلغنا رمضان يا رب. شايفين الاناناش المدور اللي زي البرتقال دي حلو قوي. اول مره نجيبه السنه دي. محضراه بقى عشان نشججه كده ونفشخه في السحور ونقعد بحته جبنه وحته لقمه ناكل ونبر نفسي. لاني تعبانه خالص وهفتانه من قبل رمضان. ده انا خاصه خالص. ده انا كنت مزجلة وجميلة بس من كتر التعب والشغل في الدار تعبت خالص. ففي رمضان بقى هنفخد ونقعد كده ناكل بس. احلى حاجة في رمضان ان التلاجة بتبقى عمرانة ومليانة خير. التلاجة بتاعتي قبل رمضان ما يجي ما كانش فيها حتى ججاجة المية. شايفين الخير بقى عامل ازاي؟ والناس بتبقى كويسة وجميلة وما يأذوش بعض وكل حاجة حلوة. بس انا اللي اذاني مش هننساه. هنقعد طول شهر رمضان ندعي عليه. ده انا حتى من كتر دعايا على الناس اللي ظلماني ما ننسى ندعي النفس ويخلص الشهر وبعدين
نقول يا خرابي يا قلة ما دعيت لنفسي. شايفين المانجا المثلجة دي؟ نحبها بالليل كده، نفتح واحدة ونقعد نرضح فيه، بتبقى زي العسل، بنحطها صحيحة كده سليمة، بتبقى زي الزبدة لما تفكيها كلها عصير كده من جوا. وقفلت بقى التلاجة اهي عشان خاطر نشوف اللي انا فيه. انا قاعدة انتوا اتفرجتوا وعملتوا وخليتوا، وانا قاعدة مش عارفة نعمل ايه ولا نخلي ايه ولا نسوي ايه. مين هيرص معايا الحاجات دي كلها؟ ظهري جسم زهقانة خالص يا ويلي. انا هنفضل لحد الصبح بقى نرتب ونساوي ونعمل، مش عارفة نعمل ايه. كل سنة وانتم طيبين والرمضان حلو عليا وجميل عليكم، ويلا ينعاد علينا وعليكم بخير. يلا بقى مع السلامة.